24 جانفي على ما أذكر تم الجولة الثانية من محكمة قناة نسمة قصر العدالة. وأنا مشيت أولا كصحافي، ثانيا للتعبير على تضامني مع قناة نسمة، وأنه للتعبير على رفضي بعد ثورة تونسية أن تحاكم وسيلة إعلامية من أجل رأي، أيا كان رأينا في الرأي، لكن هو رأي يبقى على كل حال. وفي الصباح شفنا ثم تقريبا 200 أو ما بين 200 و 250 شباب سلفي بالعلامات وبالمضخمات الصوت. وفي الحقيقة ربما هذا اللي أنا ما انتبهتلوش، لأنه عندما دخلت أنا من الباب الرئيسي للقصر العدالة وهم كانوا أمام الباب الرئيسي، يعني قريب نوصل للباب الرئيسي ثم شكون عقلني وبدا ثم استفزازات لفظيه انا ما جاوبتش عليها، وكنت اعتقد انه ثم حصل استفزاز لعديد المحامين والصحفيين اللي دخلوا من الباب الرئيسي وهم كانوا لاصقين الباب الرئيسي وما كانش ثم ما يكفي من الامن. ثم ما حصل انه مع بعض الاصدقاء حوالي الساعه منتصف النهار ولا قبل بشويه حبينا نخرج وناخذ قهوه في امام قصر العداله ونعودوا لقصر العداله لانه الجلسه تاخرت شويه. اللي يحصل انه كنا 4 انا والاستاذ الجامعي حماد الرتيسي ثم كانوا زوج. فخرجنا من الباب الرئيسي اعتقادا منا انه ما ثماش مشكله خاصه، وخرجنا وما دخلناش في صفوف المتجمعين امام قصر الباب. بعد ممكن 3-4 أمتار أصوات تتعالى من وسط المجموعات هذه تقول كريشان كريشان، يكون 10-15 واحد في جرتنا بالاستفزاز بالسب بالشتم مباشرة. بعد السب في ثواني ولا يعني بزاق وضرب إلى آخره. الانطباع اللي كان عندي في الفترة هذيك انه ما ثماش امن، كان ثم عون واحد من الامن يتصرف كان ولد حومه ما يتصرفش، كان امن معناها يا جماعه ريبوا كذا، وهو يشوف انه بدات الضرب وثم شكون يحب يضرب بالسقين بالليبيين بالبنيه واحنا مقدمين. وكان انه الاستاذ حماد الديسي وقت اللي واحد ضربني بني على راسي دار باش يقولوا علاش، فكان يعني اعطاه الانسان محمد الدارج في سن الدماغ خلى له بعض الاثار على جبينه. بعد امتار واحنا ما كناش نعرف، ما كناش مدركين او ما كناش متذكرين انه ثم مركز امن. واللي نقول للمناسبه لكن هذا زاد مساله غريبه شويه انه حتى حد منه ما خرج، فممكن 15-20 عون امن داخل مركز الامن اللي هو قرب قصر العداله ويشوفوا. فالعون اللي كان بجانبنا ونعتقد اللي سعى قدر الامكان، لكن لانه ربما كان وحده وما كانش ينجم يتصرف تصرف مختلف. عندما اقتربنا من الباب دزنا في الباب وهو بيده تعرض للضربه في اللحظه هذيك، والناس اللي ضربوا واحده داو بقاو يصيحوا قدام يعني شو اسمها هي الكوميساريه نتاع الامن، والامن ما يعني لم يحرك ساكنا، فقط فيما بعد تصريحاتنا. تتذكر مليح كان رئيس الحكومه سي حمد الجبالي عنده جلسه في المجلس التاسيسي العشيه وتحدث على الحادثه هذه، وقال انه مش معقول الوقعه، وانه الناس اللي اعتداوا منها سوف يحاسبون، والناس اللي اعتداوا الى يوم الناس هذا يحوسون. أنا ريم بوكرة، صحفية في جريدة حقائق، عندي أكثر من 5 سنين نمارس في مهنة الصحافة.
المرة هذيا هبطت البنكرتين بعد المعلومات اللي جاتنا بالطبيعة كأي صحفي نجم عنده مصادر معلومات مختلفة. حبينا نعمل تحقيق ميداني في جريدة حقائق، ما رعني إلا بعد ما صدر الارتيكل نهار الجمعة. يمكن وصلت الجريدة متأخرة نوعا ما، يمكن 11 متاع الصباح 11 ونص متاع الصباح. الهاتف متاع الجريدة يكاد ينفجر من المكالمات الهاتفية والتهديدات والسب والشتم والقذف. يعني سمعت أنا وابل منها، فهمت، استقبلت حتى المكالمات الهاتفية هذه وسمعت وابل من الشتائم. عيت بصراحة ولاو زملائي يسمعوا الشتائم والتهديدات بالقتل. واحد يقول لي خسرتني في ملايين، ما هي ملايين، اليوم نكور لك براسك. يعني جمعة كاملة يعني في الرعب أنا وعائلتي، خاطر التهديدات وصلت لعائلتي، يعني تجاوزت شخصي، بما اني يعني بعد نشرت بعض وسائل الاعلام انه التهديدات هذه وصلتني. يعني ماك تعرف العائله تقرا تشوف، كنت مخبيه، ما نحبش نوصل يعني اجواء خدمتي للعائله. ما وليت توتر، وليت حتى في خدمتي توترت شويه، ما نكذبش عليك، لكن ما نجمش تقف، ما تكذبش، ما حبيتش نقف على العمل، ما قعدت حتى نهار في الدار، وصلت تحقيقات اخرى. وتجمعنا ونعل يا عالمي يا برا من الفطاير، برا من الفطاير. يعني منذ ما يزيد عن 45 يوم تعرضت التلفزة التونسية لحملة شرسة من قبل بعض الأطراف المحسوبة على حزب سياسي معروف. الأطراف هذه كانت تقمع فينا معنويا، تمارس علينا في هرسلة ونحن داخلين للتلفزة بمكبرات صوت. كان الاعتداء اللفظي متكرر علينا من سب وشتم وقذف، واستانسنا به الشيء هذايا، ولا خبزنا اليومي. الخبز اليومي متاعنا هذايا تعديناه، الا انه الاعتداء اللفظي تجاوز حد، ولا هتك للاعراض وهتك لشرف زميلات وزملاء معنا. الهرسلة هذه تواصلت وتصاعدت، ولا ما عادش يعني قذف واعتداء لفظي ومعنوي، تجاوز هذا ولا اعتداء بالجسدي. يعني الاعتداء الجسدي ولا ضرب والقاء قاذورات علينا والقاء حجار علينا. حاولنا نتصلوا بقوات الامن، يعني قوات الامن كانت للاسف ما عندهاش تعليمات باش تحمينا، واتصلنا بوزارة الداخلية، قمنا بمحاولات مستمرة لحمايتنا، إلا أن القرار كان ما عنده وكيل الجمهورية بعدم التدخل، بما أنه يرى في الشيء هذايا سلمي. البارح تم ضرب عديد من الزملاء، وتم تعني بسكين، يعني تسبب لي في 10 غرز و25 يوم من الراحة على مستوى اليد اليمنى كما تشاهدوا. توجهت يوم الواقعة يوم الثلاثاء تقريبا على الساعة 1:15، توجهت إلى مبنى تلفزيون لمساندة الزملاء في التلفزة التونسية، وفي الحقيقة هذا هو المكان اللي تم فيه الاعتداء عليا. الاعتداء هذا ما كانش نتيجة احتكاك مع ربما كما يروج الى ذلك البعض، احتكاك بين مجموعات وما الى ذلك تمارس العنف على بعضها، لا، كان اعتداء موجه، وكان اعتداء يستهدفني انا بصوره شخصيه، ويستهدف الاعلاميين اللي عندهم ربما رؤيه اخرى وتصور اخر لاداره الشان الاعلامي، واللي ربما كذلك رافضين لمحاولات الهيمنه على المرفق العمومي على التلفزه التونسيه. وقت اللي وصلت لزملائي في الحقيقه انا ما وصلتش للمبنى التلفزه، ولكن توجدت في المكان هذا تقريبا. فبمجرد وصولي هنا كانت مجموعه تقريبا تاع 6 و7 عناصر، كان فيهم 2 عناصر يصيحوا، هاو معاهم هذايا معاهم الكفار، وكانوا يصيحوا بصوره هستيريه، وتوجهوا لي، كانوا موجودين في الخيام في الجهه المقابله من هناك، توجهوا لي حتى المنتصف الطريق لهنا وجاوني يجريوا. الاولاني كانت في يده لوحه وضربني بها على مرفقي،
وبقى يدور. وكان شخص اخر في الحقيقه، الشخص الاولاني ما تبينتش ملامحه بصوره جيده، ولكن الشخص الثاني اللي جاني من قدام وضربني معناها على سقيه حتى لين اوقعني ارضا، وكان هو ايضا يصيح كما قلت لك بطريقه هستيريه جدا، واجتمعوا معناها حولي. والحقيقه انا نعتقد واني منعت باعجوبه كبيره، لانه الصدفه فقط هي اللي حكمت في ذلك، من خلال انه عوان الامن كانوا يجريوا باش يصعبوا واحد من زملائهم تسقط ايضا في هذا المكان بالذات. فتحولهم للمكان هو اللي احدث نوع من الضوضاء ومن الجلبه، خصوصا انه تقريبا 10 او 15 عون كانوا يجريوا نحو زميلهم. فهذا ربما اللي خلاني يعطاني فرصه باش انا بعدت من مسرح من المكان هذايا ونجيت باعجوبه. كنت يوم 4 جانفي 2012 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية الوقفة الاحتجاجية لأساتذة التعليم العالي، وفي إطار المطالبة بالعودة للدروس بكلية الأدب بمنوبة. وأنا كنت نغطي في الأحداث ونواكب في الأحداث، لكن وجودي كان قلق بصفة كبيرة برشا أحد أعوان الأمن اللي جاء بصفة مباشرة نحوي وفك لي لاباغي فوتو آلة التصوير متاعي وسبني، معناها تم شتمي بألفاظ يعني بذيئة وتعنيفي. وفي نفس الوقت كما قلت معناها خذا آلة التصوير، لكني أنا حاولت نتمسك بها. تم دفعي بقوة بعنف كبير من طرف أعوان لابسين كذلك زي المدني، سقطت على الأرض بقوة بعنف، وفي نفس الوقت شدوا لي شعري للوراء، يعني شدوا لي راسي للوراء كأنهم يتعاملوا مع مجرم في حالة يعني كانوا حامل السلاح، مما أثر لي هذا يعني آلام كبيرة على مستوى الرقبة. الاعتداء هو أنا مشيت يوم 24 مارس إلى مدينة المنستير بدعوة من جمعية الفكر البورقيبة التي نظمت هذه يعني الاجتماع تحت اسم نداء الوطن. وقمت في البداية قمت بشغلي في مدينة المنستير ولم أتعرض لأي مضايقة، لأنه صورت في وسلات، بالعكس فما ناس فرحوا بيا وسلموا عليا. وصورت أيضا في المقبرة بتاع بورقيبة، وقعدنا ننتظروا في السيد باجي قيس السبسي اللي جاء غادي وصورناه وحكينا معاه، وكانت الأمور على أحسن ما يرام في البداية. لكن بعد لما مشينا للاجتماع في القاعة ما رعني أنه مجموعة من الناس الحاضرين في القاعة، وأنا أرجح أن يكونوا من بقايا الحزب الحاكم، سميتهم ميليشيات التجمع السوري الديمقراطي، لأنهم يذكروني بنفس الممارسات، هما اللي بدأوا يهيجوا في العباد ضدي، إلى درجة أنه واحد ضربني بالمرفق متاعه، كان واقف قدامي ويضرب فيا بالمرفق، قال لي أحمد ساترة اللي أنت تنقد فينا ما نحبوكش تحضر معانا. قلت له أنا جاي باش نخدم خدمتي، مانيش جاي كليك، أنا عندي دعوة رسمية وأنا جاي باش نغطي حدث عمومي، ما عندكش حق تمنعني. لكن يبدو أنه هو عنده قدرة باش يمنعني، فجيش مجموعة أخرى من الناس وحبوا يكملوا في الاعتداء بتاعهم. من حسن حظي أنه كان فما لجنة التنظيم هذه جاوا مجموعة منهم وحماوا كذا، لكن وأنا خارج كانوا فما ناس يسبوا فيا وناس اخرين يضربوا فيا على سقية من لوطة، يعني شبعوني بالضرب على سقية والسبان إلى آخره. هذا حدث مع الأسف ويذكرني بسلوكيات سابقة، لأنه بهذه الطريقة كان يتعامل بن علي مع الصحفيين المستقلين والصحفيين اللي سميتهم صحفيين الأحرار. بطبيعة الحال لازم نقول أنه هذا وقع في مدينة المنستير، لكن لا علاقة له بمدينة المنستير، يعني مش أهالي المنستير، بالعكس يعني عندي علاقات طيبة مع أهالي المنستير، وقلت لك مثل ما قلت لك في البداية فرحوا بي وكذا. هذوما مجموعات هذه تصرفتهم سواء كانوا في المنستير أو في غيرها من المدن الأخرى كانوا باش يتصرفوا بهذه الطريقة اللي تصرفوا بها.
أيمن رزقي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، مكلف بالحريات. بالنسبة للمشهد الإعلامي ووضعية الصحفيين التونسيين بعد الثورة، يعني الغريب في الأمر هنا أنه ما نحبوش نقولوا أن الوضعية كانت أحسن في وقت بن علي، ولكن الاعتداءات على الصحفيين تزادت بشكل كبير منذ 14 جانفي، ونجموا نقسموا الاعتداءات هذه تستهدف الصحفيين إلى يعني 3 أنواع. فما اعتداءات من رجال السياسة، اللي عندنا في تونس رجال السياسة يتحبوا يتعاملوا مع الصحفي وكأنه كاتب عمومي، يعني عندما يمر الصحفي إلى النقد أو تقديم رأي فيصبح من المغضوب عليهم ويتم الاعتداء عليه، إما بالإقصاء من حضور الندوات، إما بالإهانة يعني والتلفظ ب يعني ألفاظ مهينة للصحافي، مهينة لكرامته ومهينة للمهنة بصفة عامة. النوع الثاني من الاعتداءات اللي تواصل معناها اللي هو اعتداءات رجال الأمن على الصحفيين، واللي تاخذ نوع وطابع من التشفي ويعني حتى الحقد على الصحفيين. ما فهمناش يعني شنو هي المشكل اللي عند رجال الأمن مع الصحفيين، وتحصل الاعتداءات هذه يعني وقت اللي عون الأمن يتأكد أنه المعتدى عليه صحافي، يعني بعد ما الصحافي يستظهر ببطاقة احتراف أو بطاقة انخراطه في نقابة الصحفيين أو أي وثيقة تظهر أنه صحافي، وقتها يحصل الاعتداء. وتحصل هذه الاعتداءات عادة عندما يحاول الصحفي توثيق اعتداءات رجال الأمن وخرقهم للقانون واستعمالهم للعنف، يعني في تفريق مظاهرة أو في يعني تفريق اعتصام إلى غير ذلك. هذه حصلت يعني في عديد المرات، وتقدمنا بشكايات عدة، وإلى حد الآن نحسوا أنه فما مشكل كبير بين رجال الأمن في تعاملهم مع الصحافة، وخاصة في تعاملهم مع من يوثق بالصوت والصورة للاعتداءات اللي يقوموا بها. الجزء الثالث من الاعتداءات هو اعتداءات المواطنين على الصحفيين، يعني سواء بالضرب، سواء بالشتم والإهانة على صفحات التواصل الاجتماعي، أو يعني التهديد. شفنا تهديدات بالقتل للزملاء كانوا حاولوا يقوموا بعمل صحفي حول مثلا تهريب السلاح في تونس، حول التهريب بصفة عامة يعني في المناطق الحدودية. شفنا احتجاز لطواقم صحفية حتى في قلب العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة. يكفي أن تكون المؤسسة الإعلامية لا تروق لبعض الجماهير المتحزبة وأصحاب إيديولوجية معينة، فيقوموا بالاعتداء على الصحفيين بتهشيم المعدات واحتجاز الطاقم الصحفي. والمشكلة هذه هي أخطر نوع من الاعتداءات، لأنها نتيجة لعملية تحريض وتجييش وتأليب للرأي العام يقوموا بها للأسف بعض القادة السياسيين، سواء كان ذلك من الترويكا الحاكمة وخاصة من العصب الرئيسي لهذه الترويكا اللي هو حزب حركة النهضة، اللي القياديين نتاعو ما يفوتوش أي مناسبة يعني التأليب المواطنين على الإعلام وتجيشهم ضد الإعلام. احنا لا نريد أن نتحول إلى مثل الحمار القصير، يعني كل واحد عنده مشكلة يتحول إلى الصحفيين وكأننا نحن أسباب المشكلة. لا، احنا نحب نخدموا خدمتنا في ضمن المعايير المهنية وضمن أخلاقيات المهنية. إذا كان فما مشكلة راي في الأطراف الأخرى هي عليها أن تصلح نفسها. أنا أعتقد أن الشعب التونسي اللي منح الصحفيين هذه الحرية باش يتمسكوا بها وباش يتشبثوا بها مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العراقيل ومهما كانت أيضا التحديات. وأعتقد أن طريق حرية الإعلام ما زالت طويلة وما زالت شاقة، ولكن أيضا ثقتي في الزملاء الصحفيين كبيرة من أجل رفع هذا التحدي. والصحفيين هنا دونك يسون لا لي جورناليست ماهمش مستعدين باش يتنازلوا، واكبر دليل انهم قاعدين يقاوموا وما زالوا باش يقاوموا وماهمش يتنازلوا على الحريه اللي خذاوها بعد 14 جانفي. احنا شفنا مثلا انه في نهايه الاسبوع الفارط تمت اعتداءات على شبكه دستورنا وجوهر مبارك وعلى في قليبيا وفي برشا بلايص ما حصل حتى شيء، وثم تم اعتداء في باريس على معارض تونسي من قبل نفس المجموعات اللي في باريس توقفت. الناس اللي اعتداوا على المعارض التونسي جلال البريك بباريس توقفوا مباشرة. يعني شنو اللي يغذي الاعتداء؟ هو انه لابينيتي، انه تعتدي وما تتمسش. قضايا الصحفيين والاعتداءات عليهم في الفترة الأخرى كانت قضايا تلفت الانتباه، لأنه حسب تقديري ما
ما كانتش من باب الصدفة هذه الاعتداءات على الصحفيين، واللي أخطر من هكا أنه في الاعتداءات على الصحفيين أثناء العمل نتاعهم الصحفيين كانوا يقولوا اللي هما صحفيين يوضحوا للمعتدين المسألة هذه، ومع ذلك الاعتداء ما يقصش، يتواصل الضرب، وهنا الخطورة. نجم نذكر تيتر ديكزامبل مدام سنة فرحات، نذكر نهار 9 ابريل ايضا. المساله هذه تطرح اشكاليه في اعتبار انه على مستوى تقاضي ماناش قاعدين نشوفوا في الجدوى والسرعه، لانه شفنا في قضيه التونسيه مثلا كانت سرعه غريبه تحسم بها الملف. في قضايا هذوما ما فماش سرعه، بالعكس معناها يلزمك تعارك وتتدخل وتعاود باش يمشي المسار كما يلزم. القضايا اللي تم ايداعها مؤخرا ضد وزير الداخليه وما نسيكشف عنه البحث، القضايا هذه ما لقاتش حظها من الاول، باعتبار انه وقع تحويلها للشرطه للبحث. الشرطه هي طرف، مش ممكن تكون حكم وخصم في نفس الوقت. بعد حديث مع سيد وكيل الجمهوريه رجعها باش النيابه يسمعوا المتضررين، وما زلنا لحد الساعه القضايا هذه معطله. انا نتمنى لو كان النيابه والسلطه القضائيه عموما تسرع في المسائل هذه بوغ ايفيتي مساله انه الكيل بمكيالين. فما قضايا اخرى بسرعه البرق تتعدى، ما نفهمش علاش الاعتداء على الصحفيين مازال يلقى اون لونتور، تعطيل وبطء غير مبرر الحقيقه. وثم نية هل هي مبرمجة أم لا بأن يصمت الجميع، يعني أما بالمروة كما يقول ولا بالقوة. ما تنجمش صحفي تسكر له فم، ما تنجمش. يعني احنا نعاولوا على الصحفيين باش يواصلوا وقوفهم مع بعضهم، باش يواصلوا وحدتهم، باش يواصلوا التفافهم بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.